السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم القبض على من رفع البلاغ المسيء لنادي الأهلي. الحمد لله أنه تم القبض عليه، عشان صراحة الساحة الرياضية عندنا لازم تكون نظيفة، ما فيها مشاحنات بين الأندية. نحن فينا عندنا مناكفات بين الأندية والجماهير، بس ما توصل لهذه الدرجة. صح إن السنة اللي راحت كان في إشارات مسيئة من بعض جماهير الأهلي في الديربي الاتحاد الأخير اللي في السنة اللي راحت في الإياب، بس ما توصل للدرجة إنه الواحد يرد بدي الدرجة بالبناء ضد مسيء جدا لنادي الأهلي. نادي الأهلي نادي كبير، وعيب اللي حصل صراحة في حقه. يقول إن الكاميرات كشفت إن في 7 اندسوا ودخلوا البنر إلى مدرجات الأهلي. إحنا إيش استفدت؟ بعرف والله إيش استفدت دحين، عشان إنك دحين بتسوي نفسك بطل عند جمهور الاتحاد، أو بتوري نفسك إنك قوي وما حد قدك عند بين الجماهير وإنك ترفع ده الشيء. بإيش استفدت؟ إيش ذنب أهلك دحين؟ مناكفات بسيطة، ما توصل للدرجة. ما أدري مين اللي يغذي الكراهية دي تبغاها تكبر، ونحن الحمد لله ما عندنا هذه الأشياء. بس الحمد لله تم القبض على 7 عشان يتقدموا، وما حد يسويها ثاني مرة، خاصة في درب النصر والهلال. ديلا عندهم مناكفاتهم ما أدري كيف، مناكفاتهم توصل لأشياء غريبة. الحمد لله إن عندنا قانون يوقف كل واحد عند حده. سلام.